بمصر صارت حادثة غريبة، امرأة مصرية بترمي بنتها من الطابق الثاني لسبب غريب وتافه. الطفلة مكة أحمد بتنقل على المستشفى بحالة حرجة، وكشف عليها الطبيب تبين إصابتها بكسور بالغة الخطورة بالقدم اليسرى وبمنطقة الفخذ وجرح غميق بالراس، والأطباء صار في عندهم شك بوجود شبهة جنائية فخبروا الشرطة. وخالتها الوحيدة اللي كانت موجودة معه بس سألوها الشرطة قالت لهم وقعت لحالها، بس بعد ما الشرطة ضيقت عليها غيرت أقوالها وقالت لهم إنه هي أمها اللي رمتها من الشرفة. وبيتوجهوا رجال الشرطة على بيت أمها وبيلقوا القبض عليها، وبتعترف خلال الاستجواب أنها ارتكبت الجريمة بسبب عدم تحمل بكاء بنتها، وطلعت بحجة أنه عم تمرق بظروف صعبة. وبالكشف عن الصحيفة الجنائية للأم تبين أنه سبق اتهامها بقضية أعمال منافية للآداب، وتوصلت التحريات أنه منفصلة عن والد الطفلة. وحاليا الطفلة محجوزة بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى، وحاليا